المرأة اللي تعادي راجلها الملائكة في الجنة واش يقولوا لها؟ الحور العين اللي الراجل تاعها كتب له ربي إلى مات يدخل الجنة ويتزوج بهذه المؤمنات اللي راهم في الجنة، يقول لها الله ينعلك علاش راكي تعادينا في راجلنا؟ حور العين اللي في الجنة يلعنوها وهي في الدنيا، يقولوا لها الله ينعلك علاش راكي تعادينا في راجلنا؟ هو راه عندك يشغل العساس يراين الجن هذا يتهنى منك ويجي لعندنا، فمن كيف؟ ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما سألته تلك المرأة المؤمنة قالت له يا رسول الله المرأة يكون لها يوم القيامة عدة رجال، يوم في الدنيا عدة رجال، يعني تزوجت بهذا وهذا طلقها وهذا مات عليها، يعني تزوجت بعدة رجال، زواج شرعي. يوم القيامة شكون يتزوج بها؟ لأن يثبت المؤمنة إذا كانت المرأة مؤمنة والرجل مؤمن كذلك كما كان في الدنيا على زواج شرعي يكون كذلك في الجنة على زواج شرعي، وتكون هذه المرأة حور العين وتكون هي أميرة الحور العين. فهمنا؟ لما هذه المرأة هذه سمعت الحديث هذا جاءت للرسول صلى الله عليه وسلم، لأن النساء المؤمنات كنا يحرصن على التفقه في الدين، ماشي كما دركا يحرصوا على المسلسلات وعلى الفاجرات ويشوفوا هذه كيفاش محفة وهذه كيفاش لابسة باش يلبسوا كما هي. وقلت لكم احذروا جيدا، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من أحب قوما حشر معهم نساء ورجال. النساء تاعنا إذا كان حبوا نساء الرسول وحبوا بنات الرسول وحبوا نساء الصحابة وداروا كما هما